السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. فوز الزمالك على نادي مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف. تعال بص كده على مجمل المباراة، هتعرف ان المباراة كلها كانت من طرف واحد، وهو نادي مودرن سبورت، سواء كان في الشوط الاول او في الشوط الثاني او في الشوط الثالث او في الشوط الرابع. بس في الاخر نادي مودرن سبورت يعني كان ليه ضربتين جزاء وما اتحسبوش. طبعا لو جينا بقى نتكلم على ضربتين الجزاء دولت، لو كانوا لنادي الزمالك كنا سمعنا الصياح لحد الصبح، لحد الصباح الباكر. بس عشان نادي مودرن سبورت، آه انا شايف فريق عمل كل حاجه ينقصه الفينش فقط لا غير. في ضربتين الجزاء، في واحده لاحمد عاطف واخد بالبوكس من محمد صبحي وما اتحسبتش، وفي واحده تانية كانت من جوه كان من جوه الخط ال 18 وما اتحسبوش. يعني اتحسبت فاول تقريبا ولا مش عارف، ما تفهمش، انا ما اتفرجتش على المباراه، بس يعني اتفرجت على الشوط الثالث والرابع، او في اخر 5 دقايق من الشوط الثاني. اتفرجت على الشوط الاولاني كله بالمعنى الاصح، والشوط الثاني ما شفتوش عشان كنت في مشوار وكنت مروح. ف في صوره بتثبت ان مودرن سبورت كان ليه ضربة جزاء، بس تقريبا اتحسبت فاول من بره ال 18، وهو ده السبب اللي خلى الفار ما يكونش موجود في كاس مصر او في ماتشات كاس مصر عادي. بس عايز اقول لك على حاجه تانية، عشان ما تفتكرش ان انا بقول كده ان انا بصيح وان انا سيبك من الكلام ده كله. انا اولا كل اللي يهمني ان نادي الزمالك يوصل لاعلى حاجه، بس مش بتعبه هو. تمام. آه الاعلامي اسلام صادق الاعلامي اسلام صادق اللي معروف ان هو زملكاوي، طلع قال مودرن سبورت ليه ضربتين جزاء وما اتحسبوش. لك ان تتخيل ان ابو الهول نطق، وفي ناس لسه عندها يقين ان الزمالك بيخسر بالتحكيم بسبب الاخطاء التحكيميه. ويطلع الناقد الرياضي خالد بيومي يقول لك الزمالك اكتر نادي استفاد من الاخطاء التحكيميه. عايز اتكلم على الشوط الثاني، او الهدف الثاني اقصد، اللي جه. الهدف الثاني انت بتتكلم في بري اسيستم من احمد فتوح، جري عليها احمد سيد زيزو، في لعب وهو بيجري على الكوره وهو كان سابق زيزو، جاله شد عضله ووقع. هل الزمالك يقع؟ يعني هل الزمالك يوقف اللعب؟ لا، كمل اللعب، وزيزو عمل اسيست لشيكابالا، وشيكابالا ما سماش عليها وجاب جول. مع العلم ان نفس الكلام ده لو كان حصل مثلا مع النادي الاهلي، كان سمعنا النادي الاهلي ما عندوش اخلاق وما عندوش مبادئ وما عندوش. بس عموما انا كنت شايف ان نادي مودرن سبورت عمل كل حاجه في المباراه، بس ينقصه التهديف فقط. عبد الحق بن شيخه تعب مع اللعيبه. انت لو بصيت لعبد الحق بن شيخه اللي هو المدير الفني لنادي مودرن سبورت، هتلاقيه قاعد نفس المباراه اللي فاتت اللي هو كانت قدام بيراميدز، قرفان من اللعيبه، حاسس ان التركيبه بتاعت مودرن سبورت غلط. مش هو ده مودرن سبورت اللي عمل 8 صفقات في بدايه الموسم؟ مش هو ده مودرن سبورت اللي دايما بيبقى موجود في المربع الذهبي في الدوري الممتاز؟ لك ان تتخيل ان علي ماهر واحمد رفعت كانوا هما نادي مودرن سبورت كله، من غيرهم مودرن سبورت مش موجود. وده احنا شايفينه في ارض الواقع. انت بتتكلم على نادي متزيل الدوري الممتاز، متزيل الدوري الممتاز في الدور الاول. يعني هو اخر نادي، يعني هو في المركز ال 18 بالمعنى الاصح. في حاجه كنت حابب ان انا اتكلم فيها. فاكرين لما كنت بتكلم بقول
ان جنش دايما بيجي قدام ماتشات الزمالك، وكان بيسيب الماتشات لنادي الزمالك. كنت تلاقي في نادي مودرن سبورت اللي هو ايام فيوتشر يعني، تحس ان انت إن بيجي قدام النادي الاهلي بنشوف جنش قلب على بوفون او نوير، وتلاقيه قدام نادي الزمالك غلط بيدخل فيه اهداف يا راجل. ده لدرجه ان علي ماهر لما ساب نادي فيوتشر، لما كان اسمه فيوتشر، لما سابه عشان خاطر موضوع جنش. كان في لقطه كانوا جايبين علي ماهر وهو بيبص لجنش اللي هو قدام نادي الزمالك، اللي هو ان انا قرفت منك بالمعنى الاصح. فاتضح ان بعد كده ان نادي مودرن سبورت ابتدى ياخد باله من حاجه زي كده. بدا ماتشات نادي الزمالك مع مودرن سبورت جنش ما بيكونش واقف. لو لاحظتها النهارده ولاحظتها الماتش اللي فات ولاحظتها، هتلاقي جنش بيقف في كل الماتشات قدام نادي الزمالك ما بيكونش واقف. طب ما هو ده نفس اللاعب اللي انتوا مشيتوا منه، اللي انتوا مشيتوا بسببه علي ماهر. لو كان زمان علي ماهر كان موجود، كان شاف التوليفه الصح مع اللعيبه اللي هو محتاجها مع نادي مودرن سبورت، وكان زمانه ان هو عارف يكمل، وكان زمانه مكمل مع النادي ومخليه لسه في المربع الذهبي، او على الاقل خالص مع التسعه الاوائل، مش المركز ال 18. هتيجي تبص للمباراه، الف مبروك طبعا للزمالك. اولا النادي الاهلي مش بيشارك في حاجه. حابب ان انا اتكلم فيها بقى. كابتن ايمن عبد العزيز اللي هو المدير العام لنادي الزمالك طلع يتكلم على ان المفروض كان نادي الزمالك يتاجل له الماتش ده عشان خاطر في ماتش تاني اللي هو كمان 4 ايام، اللي هو يوم الثلاث اللي جاي قدام النادي الاهلي. وجاي يقول لك المنافس بتاعنا خد بالك بقى، المنافس مع ان هو مش منافس اصلا مع نادي الاهلي، بس المنافس بتاعنا مريح قبلها باسبوع ولا 6 ايام زي ما هو كان بيتكلم، وهم بيلعبوا في كاس مصر. يا راجل طب ما انتوا كان في نفس المواقف دي كانت بتحصل، ونادي الاهلي كان بيبقى مضغوط ماتشات، وكنت تقولوا فين مبدأ تكافؤ الفرص، وفين مش عارف ايه، واشمعنى النادي الاهلي بيتأجل له، وانا مش هلعب الماتشات الا لما النادي الاهلي يلعب، او كل الانديه تلعب المباريات بتاعتها المتأجله كلها، وتيك 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 وتيك. دلوقتي النادي الاهلي اصلا ما شاركش في كاس مصر الموسم اللي فات، فعشان كده ما بيشاركش في كاس مصر الموسم ده عشان خاطر ضغط المباريات. يعني النادي الاهلي ما شاركش في كاس مصر الموسم اللي فات عشان خاطر ضغط المباريات اللي كانت عليه. فبسبب الموسم اللي فات ان هو ما شاركش، فبالتالي العقاب بتاعه المبلغ اللي دفعه، وكمان مش هيشارك في كاس مصر. وطالعين برضو يقول لك ان احنا كنا عايزين نأجل ماتش مودرن سبورت عشان خاطر هنلعب قدام النادي الاهلي كمان 4 ايام، اللي هو يوم الثلاث الجاي. طيب ايه لازمتها؟ ايه لازمه ان احنا نتكلم؟ طب ما هو ده نفس المبدأ اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه قبل كده، وكنت بتقولوا في مبدأ تكافؤ الفرص. لو جيت بصيت لنادي الزمالك هتلاقي بيلعب على ناحيتين. والله لو حاجه ليه بيقول ان لا، وان النادي الاهلي نادي الدوله، وان النادي الاهلي اتحاد الكوره بيسانده مش عارف ايه، مع العلم ان النادي الاهلي لو جينا بصينا في 4 سنين هتلاقي هو اكتر نادي لعب مباريات، او 5 سنين هتلاقي اكتر نادي لعب ماتشات، سواء كان مش فاهم يا عبدو يا كمال الكلام ده ليا ولا ايه؟ مش فاهم، مع ان انا مش دوكش يعني عموما. لو جيت بصيت في اخر 5 سنين هتلاقي النادي الاهلي اكتر نادي لعب ماتشات، ومع ذلك كان بيطلع مسؤولين في نادي الزمالك يقول لك ان احنا مش هنلعب ماتشات في الدوري الا لما الانديه كلها تلعب كل الماتشات المؤجله بتاعتها. انت فاهم ولا مش فاهم؟ دلوقتي نادي الزمالك عشان مباراه واحده في كاس مصر، وتقريبا برضو نادي الزمالك ما لعبش اصلا ماتشات زي نادي الاهلي في الموسم ده، وطالع من اول ماتش في كاس مصر بيصيح من دلوقتي. تخيل انت بقى. انا مش فاهم طريقه تفكيرهم ماشي ازاي، وهيوصلوا لحد فين بالكلام بتاعهم. وليه دايما كل مسؤولين نادي الزمالك لازم يكون فيه
شماعه بيعلقوا فيه كل حاجه. يعني انتوا كده بتسلموا للعيبه ان احنا لو خسرنا نقول ما عشان خاطر اتحاد الكوره هو اللي عمل، ما عشان احنا كنا عايزين نأجل ماتش مش عارف عشان خاطر يعني النادي الاهلي نريح زي ما النادي الاهلي. طب انت هتريح ليه؟ انت بتلعب ايه اصلا؟ يعني انت بتتكلم، انت لو جيت بصيت على نادي الزمالك بيلعب 3 بطولات، 3 بطولات بس. يعني انت لو جيت بصيت الموسم اللي فات ما حققش اي حاجه غير اللي هو كاس الكونفدراليه والسوبر الافريقي بس. هل ده خد دوري؟ هل خد كاس مصر؟ هل خد سوبر مصري؟ هل بيلعب مثلا في سوبر افريقيا في نسختها الجديده؟ هل لعب كاس عالم انديه؟ هل لعب انتر كونتيننتال؟ يلا خليهم هم يتكلموا، خليهم هم يلاقوا شماعات للجمهور عشان يعرفوا يتكلموا، علشان مش عارف اللي احنا بنسمعه بقالنا سنين وهو نفس الكلام. يعني خالد بيومي طلع اتكلم بيقول لك اخطاء تحكيميه ايه؟ ده نادي الاهلي بياخد دوري ابطال افريقيا اكتر ما بياخد الدوري المصري عندنا. ونادي الزمالك لسه بيتكلم على المجاملات بتاعه النادي الاهلي. هل النادي الاهلي الاتحاد الافريقي كمان بيجامله زي ما اتحاد الكوره بيجامل النادي الاهلي؟ انتوا ليه مش مقتنعين ان النادي الاهلي فارق عن اي نادي تاني في قاره افريقيا وفي الدول العربيه كمان؟ وده اللي ظهر في ال5 سنين اللي فاتوا كمان. النادي الاهلي اللي في 2017 في دوري ابطال افريقيا البطوله اتاخدت منه كده من تحت الترابيزه. طبعا كلنا بقى شفنا بقى بكاري جسامه بقى ومش عارف ايه والدخان تمام. 2018 كان لينا وعلينا، قدام الترجي كان لينا وعلينا. عشان ايه؟ ما نقعدش ايه نهري كتير في الموضوع ده. في 2022 لما اتاخد دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي من الوداد المغربي، طبعا كلنا عارفين الترابيزه اللي حصل من تحت الترابيزه، وان المباراه اتلعبت من مباراه واحده عند ارض المنافس، والنادي الاهلي هو اللي بيتجامل. يا راجل ده احنا ما شفناش مهزله تحكيميه غير اللي احنا بنشوفها مع نادي الزمالك. ومش بقول كده والله العظيم، انا مبسوط على فكره. ليه انا مبسوط؟ لان طول ما انتوا بتتكلموا على الاخطاء التحكيميه انتوا مش هتعرفوا تعملوا ابديت. تمام. طول ما انتوا ما بتتكلموا على المظلوميه واتحاد الكوره ان هو ما رضيش ياجل ماتش لنادي الزمالك عشان خاطر يقابل النادي الاهلي. طب انت عايز تريح ليه؟ يعني انت عايز تريح ليه؟ طب ما نفس الكلام ده حصل قبل كده في الموسم اللي فات، وقلت ان انا مش هلعب الماتشات بتاعتي الا لما المنافس بتاعي يلعب كل الماتشات بتاعته عشان خاطر تقابل النادي الاهلي. فاكر ولا مش فاكر ولا انت فين بالظبط؟ وهم طالعين يتكلموا يقول لك ايمن عبد العزيز طالع يتكلم يقول لك ان الاهلي مش عارف ايه. يعني انا بلعب ماتشين النهارده والمفروض ان انا العب كمان 4 ايام قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي مريح مش عارف 6 ايام وانا مش هريح. وانا الصياح بيبتدي يشتغل من دلوقتي عادي. عموما مش هفضل اتكلم في الموضوع ده كتير، وانا دلوقتي وصلت لنهايه الفيديو. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقولي رايك في الكومنتات، وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.